عقدت الكتابة الإقليمية الحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية بزاكورة اجتماعها الأول بعد المؤتمر الوطني الرابع. حضر هذا الاجتماع رؤساء الجماعات المحلية ورئيس المجلس الإقليمي بالإضافة إلى البرلمانيين الذين يمثلون حزب الاتحاد الاشتراكي بالإقليم. تداولنا عدة نقاط منها ما هو تنظيمي وما هو سياسي، وخصوصا كذلك بعد المبادرة الملكية الأخيرة لهذه الأقاليم التي عرفت هذه الفيضانات. الإخوة يعتبر الإخوة الذين حضروا ساهموا كذلك في تأسيس الهياكل التنظيمية للحزب، والحزب الذي سيعمل جاهدا لرسم مسار سياسي قادم، وخصوصا نعتبر بأن هذه المرحلة هي مرحلة الدخول السياسي والاجتماعي في الإقليم. وبالفعل كان اللقاء لقاء ناجحا. إذا اليوم كنا في اجتماع ديال الكتابة الإقليمية لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، اللي كيعتبر أول اجتماع من بعد المؤتمر اللي انعقد في ماي المنصرم. إذا هذا الاجتماع عرف الحضور ديال برلماني الحزب وكذلك ممثليه يعني في المجالس المنتخبة. كان تناقش فيه الدخول السياسي الجديد ديال الحزب، تناقش فيه وتقيم كذلك الوضع ديال الحزب سواء إقليميا وجهويا وكذلك وطنيا. بالإضافة كذلك لأنه تم فيه يعني مجموعة من النقاط، من بينها تثمين مجهودات جميع المنتمين للحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، سواء كممثلين منتخبين سواء في البرلمان أو لا في الجهة، وكذلك على مستوى إقليم زاكورة بجميع الجماعات ديالو. تثمين المبادرات اللي قاموا بها جراء إزاء الفيضانات الأخيرة في جميع المواقع أو المتضررة. وكذلك لا ننسى كذلك أن هنا نتمنى كذلك مجهودات السلطة كذلك اللي بدلاتها في هذا المضمار. هذا حزب الاتحاد الاشتراكي في أي محطة من محطاته التنظيمية وكذلك كيأكد على التواجد ديالو بإقليم زاكورة، كيأكد على سعيه جاهدا دائما من أجل الحفاظ على المكتسبات ديالو اللي حققها في الانتخابات الأخيرة، وكذلك غادي نحو تحقيق المزيد من النجاح في المستحقات المقبلة إن شاء الله، وذلك كله ناتج الثقة ديال المواطنين اللي جسداتها جميع المحطات اللي طلبات الوجود ديال الحزب وكان متواجد. اللقاء أيضا كان فرصة للترحم على شهداء وضحايا الفيضانات الأخيرة اللي عرفتها المنطقة، كما كان أيضا فرصة يعني من أجل تسمين يعني المبادرة الملكية لدعم ضحايا هذه الفيضانات، وأيضا الإشادة بجميع المبادرات اللي قامت بها السلطة المحلية واللي قاموا بها المنتخبون بصفة عامة، يعني والمنتخبون الاتحاديون والاتحاديات والفعالي يعني بشراكة مع الفعاليات المدنية. اللقاء عرف أيضا واحد النقاش مستفيض ما بين الاتحاديين والاتحاديات يعني حول الوضع السياسي للحزب محليا وجهويا ووطنيا،
وكانوا واحد المجموعه من النقاشات، وخرجنا بها بواحد المجموعه من التوصيات اللي اهمها اولا يعني مطالبه الحكومه يعني بواحد التمييز ايجابي لهذه المناطق المتضرره من جراء الفيضانات. وهذا التمييز الايجابي بغينا يبان مثلا يعني في الميزانيات المقبله، ميزانيه 2025. وايضا اعاده النظر يعني في السياسات الموجهه لهذه المناطق ديال الواحات، يعني من اجل الحمايه ديالها يعني من اثار الجفاف واثار التغيرات المناخيه. كتوصيه اخرى يعني نطالب الجهات المسؤوله يعني بمزيد من الجهود من اجل توفير مياه السقي، من اجل اعاده احياء الواحه من بعد المجهودات اللي دارت في مياه الشرب. حاليا عندنا مراكز اللي ما بقاش كتعاني من هذا الخصاص، كاينه مراكز اللي في طور يعني الحل، ولكن نطالب ايضا بالتسريع في الوتيره ديال الاشتغال على المراكز اللي مازال كتعاني من المشكل ديال مياه الشرب، بطبيعه الحال مع ايجاد حل يعني اللي توفر مياه السقي. كتوصيه اخيره ندعو جميع الاتحاديين والاتحاديات بالاقليم لمزيد من الالتفاف حول حزبهم العتيد، حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبيه، ورص الصفوف يعني في مواجهه جميع التحديات والرهانات الملقاة على عاتقنا.